ازيكم يا اجمل متابعين واحلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم بكحك العيد. كحك العيد يا حني يا بسكويت يا حني. هنعمل كحك العيد بطريقه سهله وبسيطه. وطريقه هتطلع معاكي الكحك دايب دوب كده وجميل وعلى البارد. بطريقة ناجحة وبسيطة خالص خالص خالص. والطريقة دي انا بعملها على طول، وكمان حابة تحشيه ملبن، حابة تحشيه تعمليه بالمكسرات زي ما انت حابة. يلا بينا نشوف المقادير. تعالوا بقى يا حبايب قلبي هنشوف المقادير مع بعض. انا معايا كيلو من الدقيق، زي ما احنا شايفين كيلو الدقيق دوت هاخد منه ربع كوباية من الدقيق، هاخد منه ربع، اشيل منه ربع كوباية من الدقيق. تمام، احط مكان الربع الكوباية احط مكانها ربع كوباية نشا. تمام، يعني كيلو الدقيق هشيل منه تاني كيلو دقيق هشيل منه ربع كوباية من الدقيق، واحط مكان الربع كوباية اللي انا شلتها ربع كوباية من النشا. تمام، ادي كده اول حاجة دي كده هركنها على جنب. معايا بقى المكسرات بقى بتاعتك، عين جمل، لوز، فستق، بندق، اللي انت حباه تحطيه في الحشوة بتاعتك، مع الملبن اللي انت حابة تحطيه حطيه. معايا معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، واحد خميرة فورية، معلقة من ريحة الكحك، 2 معلقة من السمسم المحمص. تعالوا بقى اول حاجة هنحطها على الدقيق علشان نركن الدقيق على جنب. احط معلقة كبيرة كده من ريحة الكحك، وعليهم معلقتين كبار من السمسم المحمص. وبعد كده هحط معلقة ممسوحة من البيكنج باودر، يعني معلقة صغيرة ممسوحة. تمام، وهقلب المكونات دي كلها مع بعض كده، وهركنهم على الجنب كده. ايه، انا جهزت الدقيق بتاعي وركنته على جنب. تمام، ومعايا تعالوا بقى معايا كده ركنت الدقيق اهو. معايا 3 كوبايات من السمنة. السمنة تبقى يعني مش سايحة قوي زي ما احنا شايفينها كده. 3 كوبايات من السمنة. انا المرة اللي فاتت عملت لكم الكحك الناعم بالزبدة، المرة دي عاملاه لكم بالسمنة. تمام، والطريقة دي ناجحة والطريقة دي ناجحة. يعني بنحب نشكل ايه في القناة بتاعتنا وفي الوصفات بتاعتنا، بنحب ايه ان احنا نغير في الوصفات بتاعتنا. تمام حبايب قلبي، تعالوا بقى كده كوباية المية اهي. حطيت فيها معلقة سكر، وهحط عليها كيس الخميرة الفورية لحد ما افضل اعجن في السمنة لحد لما تبقى كريمة، تكون دي ايه اتفاعلت كده بقى. بصوا تعالوا شوفوا السمنة بقت معايا ايه كريمة، عاوزاها كريمة فاتحة كده. هبدأ بقى اخد المصفى بتاعتي اهي، وهبدأ انخل الدقيق بتاعي. اجيب كده المنخل كده، وهفضل احط كده الدقيق اهو، وهبدأ انخل الدقيق بتاعي علشان خاطر يدخله هوا كده، علشان يبدأ الهوا يخش له. والسمسم طبعا اللي هيطلع ده، بص يعني في حاجات كده اهو، ده ريحة الكحك. هبدأ احط السمسم. تمام، هنخل كل ده علشان خاطر ايه الدقيق بتاعي يدخله هوا. هنخل كله كده وارجع لكم تاني. كده بقى بعد ما نخلت كده هبدأ بقى اشغل العجين بتاعي واحدة واحدة. هنا بقى اهم خطوة ان انا ابس العجين بالسمنة، ابس الدقيق بالسمنة، دي اهم خطوة انا لازم ابس فيها العجين كويس. تمام،
العجان بتاعي علشان خاطر كله يتبس معايا كويس. تمام، هو لسه كده ما اتبسش كويس. ولو انت مش عندك عجان هتمسكي حته العجينه كده وتقعدي تبسي بيها كده بايدك. شايفين كده؟ هتفضلي تبسي كده اهو اهو اهو. تمام، انا بقى ايه، اخلص كده وهبسها كويس وارجع لكم تاني. تعالوا بقى كده نشوف بقى العجينه بعد ما اتبست. بصوا، شايفين قوام العجينه عامل ازاي؟ شايفين بقى الخميره هنا اهي، الخميره شايفين اتفعلت ازاي؟ هبدا بقى احط كوبايه الخميره، واول ما تحطي كوبايه الخميره يا دوبه بتلمي العجينه بس، ما بتخليهاش ايه، ما بتخليهاش تضربي فيها كتير او تعجني فيها كتير، لا يا دوبه بس تشرب الميه اللي هي كوبايه الميه وبتوقفها على طول. تمام، لو وصلت لحد هنا متنسيش بقى اللايك. هنزل كده، هوسع لنفسي كده بصوا كده بقى خلاص اهي قوام العجينه. شايفين هي بتبقى كده كحك اهي، وهنشوفه مع بعض. هطلع كده افضي العجان كده بتاعي يا باي كده. العجينه اهي هديها تقليبه بس علشان كله يتشرب تقليبه، مش بعجن. تمام اهي، واول ما بخلص العجينه بشكلها على طول اهي عشان كله يتشرب. بس كده بختبر العجينه بتاعتي ازاي اهي. بختبر العجينه، بجيب كوره كده والفها كده اهو، واول ما هدوس عليها كده اهو العجينه ما بتشققش معايا ولا اي حاجه. شايفين العجينه ملمسها ايه، ناعم ولا بتشقق ولا اي حاجه. لو بتشقق معاكي وناشفه تبقى العجينه كده محتاجه حاجه. تمام، لكن المقادير دي مظبوطه 100%. اجيب بقى كده العجينه اهي، وعلى قد حجم انت عاوزه حجم الكحكه ايه، فانا هعملها اللي هي الوسط اهي كده. دول انا عاملاهم ساده. وبعد كده الملبن انا الملبن اهو عملته كورته، حطيت له معلقه سمنه وكورته. هبدا كده اهو افتح العجينه كده لو عاوزه الملبن، واحط الملبنيه واقفلها بالشكل ده كده. وممكن تصغري كمان، يعني انا ممكن اصغر الملبن عن كده. تمام اهو، ادي الساده وادي بالملبن. يا دوب اجيب المنقاش كده اهو واشكل، ما بنزلش ما بدوسش على العجينه قوي. تمام اهو، شايفين شكل العجينه اهي مش شققتش معايا من الجناب ولا حصل لها اي حاجه خالص اهو. هكمل بقيه العجينه بالشكل ده وهوريكم في الاخر. ادي شكل اول صاج اهو بالعجوه. بصوا شايفين التشكيله اهي، شايفين اهو الكحك اهو. بصوا ان شاء الله هيطلع دايب خالص. هدخله على حراره على درجه حراره 200، مسخنه الفرن من قبليها، وهنشوفه مع بعض. تعالوا بقى كده دخلنا الكحك بتاعنا. بصوا ولا فرش ولا اي حاجه، بنفس التشكيله اللي احنا شكلنا بيها. شايفين الرسمه عليها تحفه بجد. وعملت شويه بالمنقاش برضو بتسوي الكحك مش بياخد لون خالص، يا دوبا من تحت كده بيصفر، وبعد كده بتبداي تطلعيه بيبقى شكل الكحك كده معانا. بتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش حبايب قلبي اللايك والاشتراك، وكل سنة وانتم طيبين. واسفة جدا على تأخيري في الفيديوهات، عشان بجد خاطر ظروف شغلي. بجد كنت مطحونة. كل سنة وانتم طيبين. كنت مطحونة في شهر رمضان في الموسم
زي ما انتوا عارفين انا شغالة هارد جل وكوافيرة، ومعايا القناة برضو، فمقصرة في حقكم كتير، حقكم عليا. وان شاء الله في اي وقت انا ببقى فاضية فيه زي ما احنا شايفين كده بنزل لكم بفيديوهات. ما تنسوش حبايب قلبي دعوة حلوة منكم، واقول لكم باي باي.